الاي اي ممكن يكون اوير بالحاجات دي كلها، بس انت اللي هتحط له الانبوت. فانت كماركتير انت برضو اللي بتكنترول الحته دي. يعني بحب اشوط لو هي حاجه انا واثق، لو مثلا براند اسمه كبير بشوط، لو براند اول مره اسمع عنه بحب اكيد اقرا ريفيوز. تعمل المستحيل وهتعمل اللي انت عايزه بقى، هتحلم والتيم معاك والمانجمنت معاك، الابر مانجمنت معاك، هتعمل كل اللي انت عايزه. النهارده معانا عاصم فايد، 14 سنه خبره في الماركتنج، ماركتنج مانجر سامسونج. عاصم، اخبارك ايه؟ اخبارك يا هيثم؟ عامل منورنا. ايه؟ ربنا يخليك، ده نورك. احكي لنا وقول لنا مين عاصم فايد وابتديت ازاي؟ انا اتخرجت من البي يو اي في 2009. اشتغلت في 2009. اي جويند اورينتال ويفرز، النساجون الشرقيون. قعدت فتره كده 5 سنين في الماركتنج ديفيجن. بعد كده اتنقلت للبرودكت ديفلوبينج. دخلت اكتر في الحته بتاعت الكاربتس، البرودكت نفسه، بقيت انتو الكولرز والترندز والبرايسنج. بعد كده في 2018 I joined Samsung Electronics Egypt as a marketing manager. بعد كده في 2020 فتحنا تشيل ايجيبت في وقت الكورونا بالظبط كده. تشيل اتس مالتي ناشونال ادفرتايزنج ايجنسي، هي واحده من السبسيدريز بتاعت سامسونج جلوبالي. الان هاوس او هي ان هاوس ماركتنج ايجنسي بتاعت سامسونج. الماركتنج تيم بتاع سامسونج كله بيموف انتو تشيل. احنا المسؤولين عن كل الاكتيفيتيز، كل البي تي ال، كل الاي تي ال بتاعت سامسونج احنا اللي بنعملها. بلس ان احنا بنابروتش كلاينتس تانيين بعيد عن الحته الالكترونكس. مش بتسيرف سامسونج بس؟ لا، مش بنسيرف سامسونج بس. سامسونج طبعا عندنا هي يعني المين كلاينت، هو اهم كلاينت عندنا في تشيل. بس بشتغل على نون سامسونج كلاينتس، بس بعيد عن الاندستري بتاعت الالكترونكس. يعني بشتغل الحاجات البانكينج، الريل استيت، الاوتوموتيف، ابلكيشنز، اي اندستري مختلفه بشتغل عليها عادي، بعيد عن الالكترونكس. معلومه جديده خالص على سامسونج. معلومه جديده. بالظبط. بس بنعمل بقى كل الاكتيفيتيز بتاعت يعني بنابروتش كلاينتس، بندخل البيتشز بتاعت الكلاينتس، البريفز بناخدها بنشتغل عليها. تبقى على حسب بقى كل كلاينت، على حسب اللونش بتاعه عنده. لو حاجه مثلا ريل استيت بيلونش فيز جديده فبنشتغل معاه. الفرق بس بيننا وبين اي اندستري اي ايجنسي تانية، ان احنا كلنا ماركتيرز، فاحنا فاهمين اللانجوج بتاعت الماركتنج تيم بتاع الكلاينت اللي بنسيرف. فده بتسهل العمليه اكتر. بنساعده في كتابه البريف لو هو ما فيش بريف سوليد بريف، لان احنا اوريدي بنعمل كده. ماركتنج برسبكتيف. بالظبط، ماركتنج برسبكتيف، واحنا اوريدي بنعمل كده في سامسونج. فبيبقى سهل ان احنا نعمل الكلام ده كله للكلاينتس التانيين. فانت كده لابس تو هاتس. بالظبط. انا ساعات بتاعت سامسونج والهات بتاعت الايجنسي. بلبس هات. بتلعب تو سايدز كده، بالظبط، كلاينت بالظبط. سايد وايجنسي سايد. بالظبط. ده عامل معاك ايه بقى؟ يعني ان انت حاسس بالايجنسي وهي بتتعامل مع الكلاينت، وانت نفسك كلاينت بتتعامل مع ايجنسي. بص، هو طبعا يعني في diversity of experience في الحته دي. بمعنى ايه؟ ان انا بشتغل ساعات انا اللي بري في الايجنسيز، فببقى expecting حاجات معينه، فالايجنسي ما بتعملش الحاجات دي. فور اكزامبل، مش بقول ان ده بيحصل يعني، بس فور اكزامبل مثلا اتاخرنا مثلا في ديو ديت بتاع البروبوزل، ساعات ما بتعملش بالظبط يعني ساعات بيحصل كده. فده اللي بيخليني انا اكسب، ان انا لما ابروتش الكلاينت بحاول يعني اوفركم الحاجات دي، او ابقى اكسبكتنج ان الكلاينت، انا كنت عايش التجربه دي بتاعته لما انا كنت في الكلاينت سايد. فانا ببقى متخيل ان الراجل ده عنده ديو ديتس، عايز البروبوزل يجي له في الوقت الفلاني، عشان اكيد عنده ميتنج مع المانجمنت عشان يعرف يجيب لي ابروفل على البادجت، عشان نعرف نجو لايف في الوقت ده.
فده طبعا بيديني ادج ان انا ببقى عارف لما بيجي لي مثلا في الايميل البريف بالتفاصيل كلها في ديو ديت، انا عارف ان انا مش مجرد ببعت له البروبوزل ان خلاص دان ديل الموضوع خلص. لا بالعكس، الموضوع بيبقى فيه وراه شغل كتير قوي، في ديسكشنز لسه، في لو هيكومينيكيت مع ريجنال اوفيس او هيد كوارتر. فدي ميزه ان انت بتبقى اوريدي عشت التجربه دي از كلاينت، فلما بتلبس بقى الهات بتاعت از ايجنسي وبتسيرف الكلاينت، فبتبقى عارف هو اكسبكتنج ايه وايه الحاجات اللي هو عايز يشوفها والكلام ده. فده بيفرق اكيد طبعا يعني. شفت الماركتنج ازاي بعد ما بقيت بتشتغل فيه؟ قبل ما في الاول كنت بتدرس ماركتنج، شايف الماركتنج من بره، لما بعد 14 سنه وانت بتشتغل واشتغلت في كذا حته ومن فاميلي بزنس لكوربريت او مالتي ناشونال سيستم، ابتديت تشوف الماركتنج ازاي؟ بص، هو مش زي يعني برضو مش عايز اقول برضو سؤال، يعني مش عايز اقول قصدي اجابه تبان ان هي يعني اجابه مثاليه قوي، اللي هو اللي انت درسته ملوش دعوه بالحقيقه والكلام ده كله. لا طبعا الدراسه ليها عامل معين او عامل كبير طبعا، بس طبعا الواقع والخبره في الحياه عامه، واختلاف المانجرز عندك، لو انت عندك مانجر اكسبات مثلا مش مصري او مصري، دي بتخليك اللي هو اكسبكتنج حاجات عمرها ما هتحصل له، بتتزنق في ديو ديتس كتير قوي. فهي مش زي ما هي باينه من بره ان هو الماركتنج ايه ده التيم بتاع الاعلانات، ده التيم بتاع الفنفنه، ده التيم بتاع الوايت كولرز المدلعين بالظبط اللي هم بيشتغلوا مع السيلبرتيز والانفلونسرز وبيسافروا وبتاع. لا فيها طبعا جزء لذيذ وجزء سفر وجزء بتقعد مع سيلبرتيز، بس فيها جزء المطبخ اللي انت اصلا بتعمله عشان تحضر الكلام ده كله، الريبورتس دي كلها. فهي فيها افورت، فيها تفاصيل كتيره قوي، مش زي ما هي باينه من بره ان هي زي ما بقول لك كده ان هي الحياه وردي قوي. لا فيها تفاصيل طبعا، فيها مرمطه، فيها طبعا مرمطه، فيها اكيد مرمطه، بس مرمطه لو انت حابب الموضوع وحابب البراند وطبعا حابب التيم اللي معاك، خلاص بتكوب والموضوع بيمشي وبتشتغل بحب زي ما بيقولوا يعني. بمناسبه التيم اللي معاك بقى، بتختار التيم ممبرز بتوعك ازاي في الماركتنج؟ دي بتعتمد على يعني لما انا كنت شغال في النساجون زي ما كنت بحكي لك، هم فاميلي بزنس، فهم دايما كانوا يعني خلوا الحته دي عندك قويه قوي، ان هو انت التيم اللي معاك لازم تبقى قريب منه، بتابريشيت ظروفه. لو عنده حاجات بيرسونال لازم تخلي بالك من الحته دي، لان برضو طبعا هو المفروض لما انت تنزل من البيت وتروح الشغل بتفصل، والناس اللي في الشغل ما لهمش ذنب ان هم يسمعوا الكلام او يعني يعيشوا التجربه بتاعتك اللي في البيت، او لو انت عندك مشاكل. بس انت لو انت كسوبرفايزر او انت كمانجر لازم تابريشيت الحته دي. يعني لو انت عندك بروسيس ان انت او انت عندك القدره ان انت تخلي حد من التيم ممبر يبقى working from home، طب ما خلاص تمام، يعني مش لازم تيجي عليه. الراجل مثلا حابب ما يشتغلش في الاوفيس، يبقى فيه فلكسبل اورز، طول ما هو قد ان الشغلانه بتتعمل والديو ديتس بتاعتها بتتعمل فخلاص. فاهم حاجه بس تكون بتختار حد اولا يكون عنده الباشن، حابب البراند. انت برضو بتقرا الحته دي من الشخص اللي قدامك في الانترفيو، انت حابب تجوين التيم ده، حابب تبقى جزء من الدريم تيم اللي بيشتغل في الانتيتي دي ولا لا. فدي حاجه مهمه قوي، قصه الباشن. طبعا الالتزام، قد احنا شغالين في كوربريت، فانت اكيد عارف الكوربريت ليها مواعيد، ليها تشيك ان وتشيك اوت، او لو انت هتعرف تظبط الحته دي فانت لازم برضو يكون شخص ملتزم، عشان ما يجيش حد يجي يقول لك اصل انت التيم بتاعك متدلع الكلام ده كله. فانت باشن ويكون عنده التزام ويكون شخص عنده بيعرف يورجنايز وعنده ابيليتي ان هو يوفركم بقى التشالنجز، اي حاجه بقى بتحصل، مشكله مثلا في البادجت، طب نحاول نورك ات اراوند بس قد اند نعمل سيم ريزلت. فدي مهمه قوي بالنسبه لنا. فدول تتهيالي الانبوتس المهمه في الشخص اللي انا احبه يشتغل معايا. انا شايف ان اغلبيتهم حاجات بيرسونال سكيلز، هل ده معناه ان الحاجات
لازم الناس تخلي بالها منها وهي رايحه تشتغل، الاتيتيود، الباشن، صفاته الشخصيه، مش بس الصفات الاكاديميه. يعني انا دارس ايه او بتاع، ممكن ابقى ويل اديوكيتد جدا وممكن ابقى عندي النو هاو كويس جدا، بس بيرسونال سكيلز بتاعتي ضعيفه جدا، فانت ممكن هنا ده يبقى فارق معاك اكتر. بص انا فاهم قصدك، بس بص يعني انا اقول لك على حاجه، او انا يعني من صحاب المدرسه دي، ان انا مش شرط ان هو يكون يعني بطل العالم في الشغلانه اللي هو بيعملها. هو لو شخص عنده بالانس في الحته بتاعت البيرسونال لايف وهيعرف يبالانس بين الشغل، بالعكس ده انا ممكن يجي لي حد ما يكونش دارس ماركتنج فور اكزامبل، يكون مثلا اكس او يعني مثلا خريج تعال نقول مثلا خريج اي مجال يعني ابلايد ارتس مثلا فور اكزامبل، او حاجه فارماسيوتيكال. لو انت اوريدي عرفت تديله الانبوت، يعني انت عرفت انت اللي تعلمه الحاجات اللي انت اتعلمتها بقى، الجايد لاينز بتاعت الشركه، وتعلمه الريبورتس بتتعمل ازاي، او المانجمنت اكسبكتنج الريبورتس دي عامله ازاي، هيبقى اسهل من شخص هو اوريدي جاي متعلم ماركتنج، متشبع بالماركتنج اللي هو اتعلمه، فهو خلاص شخص عارف متسيستم. فانت هتاخد معاه effort كتير قوي و a lot of negotiation عشان تفك الحته دي وتخليه يمشي على الجايد لاينز بتاعك، او على دماغك، او اللي هي مش دماغك يعني هي دماغ الشركه او المانجمنت نفسها، الابر مانجمنت، او الاستراتيجي بتاعت بالظبط البوليسي والاستراتيجي بتاعت الشركه. فواي نوت ان انت ممكن تلاقي حد فارماسيوتيكال، ابلايد ارتس، انجينيرنج، يعني ما تعرفش، هو ممكن يبقى عنده الابيليتي ان هو تو ليرن فاست كل الحاجات بتاعت الماركتنج. فانا شايف لا، يعني هو لو هو اوريدي شخص بالانسد في الحته دي، وشخص بس عنده القدره ان هو يتعلم، اتهيألي لا هو ممكن يبوم عادي يعني. مش الناس اللي انت بتقابلهم دلوقتي لما بتيجي تهاير، بما اننا بنتكلم ان ممكن الصفات الشخصيه هي اهم، وان هو ازاي يأدبت اسرع، تمام، الحاجات دي بتشوفها دلوقتي او بتواجه فيها صعوبه لما بتيجي تدور على كاليبر معين دلوقتي؟ يعني بس انت برضه بتعتمد خلي بالك يعني على الديفيجن، الاتش ار ديفيجن، ان هو اللي يعني يفلتر ويجيب لك كاليبرز كتير، او هو يعني هو اللي بيعمل سكريننج في الاول، هو اللي بيسكان الماركت وبيجيب لك كاليبرز على قد ما يقدر، هو بيفلتر الكاليبر، اتليست بيخلص لك فيز 1 في الحته دي، تبقى ساتسفايد من اللي هم بيطلعوه. والله مش عايز اعمل لك مشكله معاهم، بس لا يعني ساعات وساعات لا، بس في ساعات كاليبرز بتيجي كتير قوي من الاتش ار بتبقى كويسه، بتقعد انت معاهم برضو، انت اسئلتك غير اسئلته طبعا تكنيكال شويه، بالظبط تكنيكال شويه، بتجو ديب شويه في حاجات هو اوريدي كان بيعملها في شركته، او لو هو فريش جرادويت في حاجات هو كان بيعملها في الجامعه، فبتبتدي عارف ترسم كده صوره، الراجل ده لما يجي هيتحط مثلا هيبقى PIC عن الحته دي، هو هيبقى انشارج من الحته دي، هيعرف يجري فيها، هيعرف يعملها، هيعرف يسد لي الحته دي، فهي بتبان في الانترفيو. ف اتش ار بيبقى ليه دور في الحته بتاعت السكريننج، او الحته بتاعت ان هو يفلتر الناس دي كلها، وانت بقى بتعمل فاهم الفلتريشن الاخير، وعلى الاساس ده بتحدد. السنين الاخيره كان في ديجيتال ترانسفورميشن فرق كتير معانا في الماركت، ومؤخرا كمان ابتدى يظهر الاي اي، فاحنا طول الوقت التكنولوجي عماله تخش عليه. التكنولوجي دي بتاثر في الماركت معاك ازاي، وفي التاكتكس وفي الاستراتيجيز بتاعتكم؟ طبعا هي اثرت بقوه، سبيشالي في الحته بتاعت الديجيتال ميديا عامه، بقى هو ده اللي واخد يعني ده الويت الكبير قوي في البادجت الوكيشن بتاعتنا. اولا الريبورتس بتاعته بتبقى مور سبيسيفيك، في تارجت اودينس، فانت اوريدي بتنفست رقم معين من بادجت معينه، تبقى عارف ان انت هتجيب التارجت اودينس بتاعك، هتوصل للكاستمرز اللي انت عايزهم. طبعا ده ديبندز على البرودكت بتاعك، لو هو برودكت A او B او C او وات ايفر يعني. فده دلوقتي هي دي خلاص، يعني هي ده الماركتنج يعتبر، الديجيتال ميديا هي دي الايرا اللي جايه.
وبانت كمان مش في الديجيتال ميديا اللي احنا عارفينها از بقى السوشيال ميديا بلاتفورمز او جوجل ادز او الحاجات دي كلها، بانت كمان في الديجيتال سكرينز اللي دلوقتي بقت يعني الناس كلها اكيد بتشوفها في الشارع، ان البورت بتاع الاو اتش الاوت دورز ما بقتش ستاتيك، بس بقت ديجيتال، بقت انتر اكتيف. فالموضوع ده فرق كتير قوي، حتى واحنا بنعمل بادجت الوكيشنز او بنلونش حاجه بقينا لازم ننكلود الحته بتاعت الديجيتال سكرينز، لان هي اولا بنعرف نحط عليها الكوبيز بتاعت الاوريدي موجوده في السوشيال ميديا، بتاخد الاكسبوجر اكبر بكتير قوي، اعرف اعمل عليها كذا فيز بسهوله، ببعد عن الحته بقى بتاعت البرينتنج، يعني الهاسل بتاع الحته بتاعت الاوت دورز دي انت بتوفر كومت بالديجيتال سكرينز. الديجيتال ميديا زي ما كنت بقول لك هيثم، هي من اهم الميديومز اللي دلوقتي معظم الناس شغاله عليها. اكبر تيم عندنا في الشركه هو الديجيتال تيم، طبعا انكلودنج بقى السوشيال ميديا بالويب سايت بالاي كوميرس بتاعنا، لان زي ما انت ما قلت هو ده الوقت بتاع الديجيتال ترانسفورميشن، فعشان كده احنا بننفست فيه كتير قوي، ولازم دايما تبقى بتواكب الاحداث اللي بتحصل والنيو ترندز والحاجات دي. فطبعا الديجيتال ترانسفورميشن يعني واحده من اهم الميديومز اللي احنا بنعتمد عليها في شغلنا. ابتديت تحس بالاي اي في الماركت؟ لا يعني لحد دلوقتي لسه الناس بتستكشفه. لسه الناس بتستكشفه بالظبط. كل اللي بشوفه حاجات على السوشيال ميديا، يعني حتى ما اعرفش هل هي دي حاجات مثلا اللي هو تلاقي حد كاتب الاي اي وات دو يو ثينك اوف سامسونج مثلا، تلاقي مثلا الاي اي كاتب شويه حاجات اتس نمبر 1 الكترونيك كومباني اتس اكسبورتنج، بس برضو مش عارف هل الكلام ده هو اي اي ولا ده حد هو اللي عامل الموضوع ده عشان يحسسك ان الاي اي ده هيعيشك في عارف الحياه المثاليه اللي ما فيهاش اي غلطه، وان هو اي حاجه بيعملها بتبقى 10 اوت اوف 10. فانا لغايه دلوقتي احنا في شغلنا مش شايف ليه اي اهميه لحد دلوقتي. ممكن الايام اللي جايه تثبت عكس الكلام ده كله، يبقى هو الاساس او هو اللي يسهل العمليه بتاعه الديجيتال كامبينز، او هو اللي يسهل موضوع الاسيتس، ان هو يبقى عندك فيجوالز شكلها حلو جدا، لان هو برضو في الاي اي في الحته دي قوي جدا بالظبط زي ما انت بتقول، هو قوي جدا وبيسهل بقى حاجات كتير قوي، بيوفر وقت كبير، ويوفر بادجت، وبيوفر حاجات كتير قوي. بدل ما تطلب من الايجنسي 2 او 3 اوبشنز، انت ممكن ده يطلع لك 6 اوبشنز وانت قاعد في ساعتين. بالظبط. بس احنا في الاندستري عندنا انا ما شفتش لسه الاوتبوت بتاعه. يمكن ان هو ممكن يبقى خطر على الماركتيرز، لان انت طبعا عمال تسمع دلوقتي ان الاي اي هيقعد ناس في بيوتها وهياخد شغل الناس، وهيبقى في ناس ما لهمش شغل. شايف ان هو ممكن يبقى خطر على الماركتيرز او الحته بتاعت الماركتنج؟ هل هو ممكن يستبدل المان باور؟ يعني بص مش عارف، بس يعني ما تهياليش، يعني برضو انت خلي بالك الحته بتاعت الماركتنج دي بتعتمد اكتر على ان انت يعني بيجي لك الحاجه من البرودكت تيم، انت بتدايجست الحاجات دي كويس قوي، فهو حتى لو افترضنا ان الاي اي هيعمل الحاجات دي كلها، ما هو يعني انت بتدايجست، بس بتطلع على حسب الماركت اللي انت فيه، فانت اوريدي عايش في الماركت وفاهم وشايف الناس وشايف احتكاكات الناس في الماركت، وشايف لو هم مثلا البرايس السنسيتيفيتي بتاعتهم عامله ازاي، محتاجين لو مثلا في التلفزيونات انشات معينه، الاي اي ممكن يكون اوير بالحاجات دي كلها، بس انت اللي هتحط له الانبوت، فانت كماركتير انت برضو اللي بتكنترول الحته دي، تستخدمه كتول اكتر ما بالظبط. فيعني اي وود سي ان هو ممكن يبقى زي الديجيتال، هو اكتيفيتي او ديفيجن تول، او زي ما انت قلت الكلمه صح، تول تسهل عليك الماركتنج بلان او اللونش بتاعك، ان هو بس يدي لك شويه ريزلتس، انت عارف ان الريزلتس دي somehow 99% اتليست صح مثلا. فاما هو يبدل الماركتير تهيألي لا، دي هتبقى يعني حاجه صعبه قوي يعني. الاجيال الجديده بتشوف، بما اننا كنا بنتكلم على البيرسونال سكيلز والحاجات دي،
شايف ان هم طالعين مختلفين عننا او طالعين مختلفين شويه في طريقه تفكيرهم او في المتطلبات بتاعتهم؟ هل ده بيأثر عليهم في الشغل؟ يعني انت لما بيبقى عندك ناس جونيورز، هل حاسس بفرق كبير بينهم وما بيننا او ما بينهم؟ بحس بس في حته ان هم يعني غير ان هم طبعا اب تو ديت بيشوفوا ايه يعني الشورت كات اللي ممكن يعمل بيه التاسك. وساعات يعني اغلبيه الوقت يعني انا كان معانا في التيم ناس لسه يعني فريش لسه جونيور قوي بيطلع الشغل في وقت قليل قوي. فده حاجه حلوه اكيد. بس في منهم بيبقوا حاجه تانية خالص بقى، بيبقى هو عايز مش عايز اقعد على الاوفيس، انا مش عايز ابقى كوربريت سليف، انا عايز يعني اوت جوينج على طول، ما اشتغلش في المكتب، ما ابقاش مركز في الكمبيوتر، لا انا عايز يبقى الموضوع عارف اللي هو فلافي شويه. فبس في من الجيل او الجونيورز الجداد يعني بيجويند اي شركه ريسنتلي، بيبقى في منهم ناس كتيره قوي بيبقى عندهم الحته او الملكه ان هم يعملوا الموضوع بشورت كاتس اسهل، فبيعرفوا يخلصوا حاجات كتيره قوي او تاسكات كتيره قوي. فشايف لا يعني زي ما في الجيل بتاعنا او في اي جيل في يعني في جزء قوي او جزء عادي، لا في نفس الحكايه برضو يعني الجيل اللي طالع في منه حاجات، في اجيال منه لا بتعمل حاجات كتير قوي، في منهم بيعرفوا يديفلوب ابلكيشن فروم اي تو زي، بيطلع بايدياز اوت اوف ذا بوكس كتير قوي، لسه دماغه فريش ففي افكار. بالظبط. وهم كمان شطار قوي في الحته بتاعت ان هو يبقى اوير بالترندز جلوبالي، فتلاقيه عارف حاجات مثلا بتحصل على للبراند بتاعتك، مثلا لو سامسونج لو مثلا في امريكا، فتلاقيه عارف مثلا ان في تشالنج جديد مثلا معمول، فالتشالنج ده ممكن نستخدمه. فلا يعني هم برضو الجيل على قد ما هم باين ان هم اشخاص ما تحسهمش فيهم ريسبونسبيلتي، لكن في منهم جزء كبير قوي لو اتحط او اتعمل له التراك الصح، لا اي جس يعني هيبوم. شايف ان الديجيتال غير حاجه في الكونسيومر بيهيفير المصري بالذات لو احنا بنتكلم على الايجيبشن ماركت؟ الديجيتال از ديجيتال بلاتفورمز، الديجيتال ماركتنج عموما، يعني اتليست سهل لهم حاجات كتير قوي. الكونسيومر نفسه بقى يعرف، بيبقى اوير بكل حاجه. يعني انت تخيل انت قاعد في البيت فانت عارف ان في مثلا اوفر او بندل مثلا معين نزل، انت ما اتحركتش من بيتك، ما عملتش افرت، ما عملتش اي حاجه، انت زي ما انت قاعد على الكاوتش عندك في البيت، فعارف ان سامسونج مثلا بتعمل لونش الليتست برودكت بتاعها مثلا ده فريم مثلا فور اكزامبل. ففرق اكيد مع الكونسيومر بيهيفير وفرق مع الشركات. ان انت بقى بتوصل البرودكت بطريقه اسهل، بتعرف تكومينيكيت مع الكونسيومر في الوقت المناسب ليه، لان هو ولما هو بيبقى فاضي بيبقى انترستد، فبيفتح التليفون او بيفتح اللابتوب او بيفتح التابلت وات ايفر الحاجه اللي بيفتحها عشان يعرف ايه منها، ايه الابديتس بتاعتها الجديده، فانت بتروح له في الوقت اللي هو فاضي فيه. فانت عملت اللي هو عارف زي ما بيقولوا كده الاكسرسايز المظبوط. الكونسيومر بتاعك او التارجت بتاعك قاعد فاضي، فانت بتوصل له المسج اللي انت عايزها او هو بيستقبلها في الوقت اللي هو عايزها، وبيديك فيدباك في ساعتها. بيديك فيدباك بالظبط في ساعتها، بيقول لك الاوفر ده هو انترستد فيه ولا لا، وهو ممكن يبقى انترستد ان هو يعرف مور انفورميشن، او ايه ده في انستولمنت بلان، ده في لو اشتريت ده انا ممكن اخد مقاس صغير مثلا لو في تلفزيون او في ثلاجه. فاتهيالي لا فرق كتير قوي مع الكونسيومر المصري، بلس ان احنا برضو في حته عندنا ان احنا كسلانين شويه ما بنحبش ننزل، فانت اوريدي وفرت له الحته دي. فدلوقتي انت ممكن تشتري الكترونكس البيت بتاعتك كلها من ويب سايت من غير ما تنزل ولا تروح، وكل حاجه موجوده على الويب سايت. الدايمنشنز لو انت عايز تعرف الدايمنشنز، عايز تتاكد من الشكل بتاع البرودكت. دلوقتي معظم الويب سايتس بقت بتصور البرودكت 360، فانت بتشوف البرودكت كله شكله عامل ازاي، فانت خلاص يعني الديسيجن بقى واقف عندك اللي هو اد تو كارت، اشتريت، دليفري كمان يومين، خلص الموضوع. الاول الناس بتخاف وبتبقى عايزه تشوف الحاجه بنفسها، عايز تروح تمسكها وكده. الثقافه دي اتغيرت. وكمان كان على البراند نيم. يعني اظن لو انت اوريدي تراست البراند نيم ده، مش هتبقى انت عايز تروح
تمسك الحاجه وتقفلها وتفتحها او تتاكد من جربها لي مفيش خلاص الكلام ده كله. الناس خلاص بقت عارفه البراند ده فيه كواليتي ستاندرد معينه هتيجي، فبدل ما انزل واضيع وقتي ما خلاص الحاجه جت ممكن اعمل اي حاجه تانية. المستهلك المصري صعب؟ لا ما بشوفوش صعب، بشوفه انت بس لازم تروح له في الوقت اللي هو فاضي فيه، يعني تعرف امتى تخبط الباب. لو انت عرفت توصل للحته دي ان انت تعرف امتى تخبط الباب، وهو برايس سنسيتيف طبعا السوق المصري. لو عرفت تعمل الايكويشن دي بالظبط، البرايس بالكواليتي بالريكوايرمنت اللي هو عايزها، هيشوط على طول، يعني هيشتري على طول الحاجه. متسرعين؟ احنا متسرعين شويه في الشراء. يعني في ناس بتحب تسال كتير، بتحب تخش تقرا ريفيوز كتير قوي، وفي ناس يعني انا برضو من الناس برضو اللي بحب اشوط، يعني بحب اشوط لو هي حاجه انا واثق، لو مثلا براند اسمه كبير بشوط، لو براند اول مره اسمع عنه بحب اكيد اقرا ريفيوز. فتهيالي يعني الحته دي برضو عارف تختلف من شخص لشخص. لو هيقرا ريفيوز ويطمن ويخش يحب يسمع حتى كمان النيجاتيف فيدباك عشان يبقى عارف ان يتجنبها ازاي، بالظبط يتجنبها ازاي، او بلاش الموديل ده اصل ده فيه مشكله. فمش متسرعين على قد ان انت بتحب ان انت تجيب الحاجه ما يبقاش وراها صداع زي ما بيقولوا يعني. ايه رايك في الماركتيرز المصريين؟ سؤال شائك بقى. سؤال شائك قوي، اجابتي فيه مجروحه قوي. لا طبعا عندنا في في ابطال عالم كتير قوي يعني في الماركتنج، وفي كامبينز كبيره قوي وبتاخد يعني بتاخد ريكوجنيشن، لو ريجنال ريكوجنيشن او جلوبال ريكوجنيشن. كرييتيف عندنا ناس كرييتيف، يعني معظم الريجن عندنا كل الكرييتيف كلهم مصريين بالدايركتور، الكرييتيف دايركتورز. فلا الماركتيرز والكرييتيف الناس الشغالين في الاندستري دي لا من الناس طبعا الشطار والاقوياء قوي طبعا. مظلومين الماركتيرز شويه او الماركتنج عموما في الحته مع التوب مانجمنت في الشركات، يعني بمعنى ان انت لما كان في فتره من الفترات كان يجي يقول لك مثلا الناس بتاعت الماركتنج دي هي اللي بتصرف الفلوس، هم بيعملوا ايه، هم بس قاعدين في التكييف وبتاع، ويجي تلاقي مثلا التوب مانجمنت يقول لك لا انا هصرف، هجيب ناس تصرف لي فلوسي، انا عايز ناس تيجي تبيع. صح تمام. كان في دايما كونفليكت ما بين السيلز والماركتنج، فاهم؟ الخناقه المتعارف عليها. الخناقه المتعارف عليها. هل ده اتغير او انت شايف ان احنا ستيل لسه محطوطين في الحته دي ولا ابتدوا يعرفوا أكتر؟ لا تهيألي اتغير. اصل انت يعني لو فكرت فيها هتلاقي ان يعني الخناقه بتاعت زمان شماعه الماركتنج ترمي على شماعه السيلز والسيلز يرمي على شماعه الماركتنج، دلوقتي اتغيرت لان دلوقتي خلاص السيلز ما هو عايز ليدز وعايز يخلص الانفنتوري وات ايفر بقى الانفنتوري عنده، لو كان ريل استيت او لو كان عنده الكترونكس او لو كان عنده عربيات في الاوتوموتيف، فهو عايز حد يحرك له العمليه، هو عايز ووك ان يجي له الشوروم ويشتري بيت، هو عايز حد يروح الشورومز. فتهيألي الموضوع ده خلاص يعني دايما، حتى انت لو لاحظت في الفتره الاخيره هيثم هتلاقي معظم الحته بتاعت السيلز اند ماركتنج بقى ليها هاد واحد، يعني هاد اوف سيلز اند ماركتنج مثلا في كل الشركات، لان هو خلاص بقى هو اللي عارف اللي فوق قوي، وهو اللي بيحرك الماركتنج تيم والسيلز تيم، لان هم قد اند بيخدموا حاجه واحده اللي هو احنا عايزين نعمل سيلز وعايزين نعمل ريفينيو اكتر. فتهيألي الموضوع ده خلاص يعني، دي كانت زمان قوي، ايام زمان قوي الخناقه لما يبقى في هاد اوف سيلز وهاد اوف ماركتنج، فده بيخبط في ده وده مش عايز يديله بادجت وده عايز ياخد البادجت على قد ما يقدر وعايز يعمل كل حاجه، والتاني مش عايز يعمل كده، هو عايز ياخد البادجت بتاعت الماركتنج يعمل بيها ديسكاونتس، يعمل بيها باندلز، يعمل بيها بروموز. فدلوقتي خلاص الكوربريتس قرت الموضوع ده، فبقى خلاص هو هاد واحد للسيلز اند ماركتنج، جول واحد ان احنا عايزين نبيع وعايزين نعمل ريفينيو، فبقى هما الاثنين بيسنك يعني بيسنكوا مع بعض وخلاص يعني الموضوع بيمشي. فتهيألي القصه دي خلاص ما بقاش ده يرمي على ده وده يرمي على ده، تهيألي الموضوع بقى لا عرفوا اكتر دور الماركتنج وبانت اهميته. بالظبط ابتدى الماركتيرز ياخدوا حقهم شويه يعني. تقدر تقول كده بالظبط صح. شايف ان الماركتيرز قدامهم اوبورتيونيتيز اوسع الفتره الجايه مع التغيرات اللي بتحصل في السوق، ولا دايما زي ما بيتقال الماركتنج هو اول حاجه بيتقسم البادجت بتاعها؟ لا ما حاسس، لا طبعا، لان خلي بالك ما هو لو حصل اي حاجه في الاندستري او اي حاجه في الماركت
انت دايما بتبص على البيزنس يونت او التيم اللي دايما بيصرف، لكن ما هو التيم ده لو هو ما صرفش، ما انت السايكل كلها هتقف، فانت الشركه كلها هتقف. طبعا ما اقدرش اقول ان السيلز ما لهمش دور، ليهم طبعا دور، و يعني من اهم الديفيجنز موجوده في اي شركه، لكن في ترس في الاول بيديله البوش. لو الترس ده مشي او الناس اللي بتزق العجله دي مشيت، ما هي العجله اصلا مش هتمشي. فلا يعني ممكن يحصل كات داون للبادجت، بيبقى في بادجت ريستريكشن شويه، ما تصرفش في الحته دي زي ما كنت بتصرف زمان. بلاش الشوينج ماسل زياده عن اللزوم، خليك انتو ROI على طول او الاوبجكتيفز اللي احنا عايزينها. فبحس لا، الماركتنج ما بقاش اول تيم يعني الشركات تضحي بيه عشان ده التيم اللي بيصرف بقى، بالعكس ده هو التيم اللي ممكن يبقى عنده الامل او عنده الابيليتي ان يخلي او يسستين البيزنس يفضل مكمل. ده الفرق. هل ده الفرق بين المالتي ناشونال والفاميلي بزنس؟ هل شايف ان الحته دي في المالتي ناشونالز او الكوربريت سيستمز بتبقى واضحه لهم اكتر وهو عارف كويس ان هو قرار زي ده ممكن ياثر قد ايه لو ما صرفش، لكن في الفاميلي بيزنس ده بيبقى قرار اسهل؟ كلامك صح. بس بالك برضو دلوقتي في الفتره اللي فاتت دي الفاميلي بيزنس عندنا بقى شطار قوي يعني، والوضع ده بان قوي في الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، لما ما بقاش فيه استيراد، فكل المالتي ناشونال معتمد على الاستيراد، خلاص ما عندوش برودكتس، ما عندوش ستوك. لولا التايكونز اللي عندنا هنا في الفاميلي بيزنس او اللي هم اللي مشغلين اللوكال ماركت، هم دلوقتي اللي مشغلين، هم اللي عاملين يعني العجله ماشيه بسببهم. فيعني انا شايف ان المايند سيت بتاع الحته بتاعت الفاميلي بيزنس بقى لا، ما بقى فاميلي بيزنس سلاش هم عايزين يروحوا الحته بتاعت المالتي ناشونال. هتلاقيهم حتى بيابروتش الكاليبرز بتوع المالتي ناشونال وبيدفعوا لهم نفس السالاريز. بيجيبوا حد جامد قوي في الماركتينج او حد جامد قوي كبي ار او حد جامد قوي كاتش ار، عشان هو اللي يعرف يظبط البيت من جوه قوي، فيجيب الكاليبرز بتاعت المالتي ناشونال. فانا شايف ان الفاميلي بيزنس رايح في حته حلوه قوي، سبيشلي بعد ما الدنيا بقت مقفوله شويه في حته الاستيراد. يعني نتمنى ان هي تفتح اكيد، بس انا شايف ان اللوكال براندز دلوقتي دي الوقت وقتهم، يعني زي ما بيقولوا البلد مقفوله، فانت معتمد على الحاجه اللي صنع في بلدنا هنا. وهم بيبيعوا وبيبوموا وبقوا فاهمين قوي، ومعظمهم بقى متعلمين قوي قوي قوي، وبيجيبوا كاليبرز، بيعملوا تيمز قويه قوي وشطار قوي. فتهيالي لا، برضو الناس بتاعت الفاميلي بيزنس بقت فاهمه بيزنس كويس قوي، يعني فاهمين الدنيا بقت ماشيه ازاي. الماركتنج علم عاصم ايه؟ فرق معاك ازاي في شخصيتك؟ فرق معايا في شخصيتي ان هو خلاني يعني عارف اللي هو ايه، مفيش حاجه ملهاش حل، كل حاجه ليها حل. ممكن الحاجه تبان في الاول ان هي مشكله وايه ده انا خلاص وقعت، لا عادي، ممكن تقع، بس ممكن في تشانلز تانية. بالظبط هي في تشانلز تانية انت ممكن تدخلها وتبقى انت نمبر 1 فيها، فتعرف تجري شويه وبقيه الناس تجري وراك. فعلمك ان انت اي مشكله ليها حل. تشوف دايما الحاجات ببرسبكتيف مختلفه. لازم تسمع، دي حاجه مهمه قوي. انا زمان ما كنتش شخص بحب اسمع قوي. لازم تسمع للناس اللي معاك، حتى لو ناس اصغر منك ممكن يعلموك حاجه، او حد اكبر منك فتحس لا يا معلم ده مدرسه قديمه، ده ايش فاهمه، احنا دلوقتي احنا شباب الانترنت والكمبيوتر والكلام ده. لا يا معلم، انت برضو الراجل ده اكيد شاف حاجات انت ما شفتهاش في اكسبيرينسز في حياته. بالظبط. فممكن يدي لك انبوت، وانت بشطارتك بالتكنولوجي او بالحاجات اللي عندك دي تعرف يعني تمرج الحاجتين دولت مع بعض، تعمل حاجه حلوه. فعلمني الحته دي ان انا دايما المشكله ممكن يبقى ليها حل بكذا طريقه او بكذا برسبكتيف. خلاك كين اكتر، وده فرق معاك في حياتك حتى البيرسونال، اللي انت بقيت شخص برضو عارف رتمك سريع، عارف اللي هو انت عايز كل حاجه دلوقتي على طول. نازل تشتري مثلا، عايز تشتري حاجه، طب يلا قوم انزل واجيبها دلوقتي او اطلبها اونلاين. بقيت فعال اكتر. بالظبط، بقيت في حته افكتفنس فيها شويه.
ففرق طبعا اكيد في شخصيتك. الماركتيرز بيطلبوا المستحيل دايما. يعني لو عندك طماعين قوي. لو عندك طبعا، لو عندك الانبوتس وعندك ال مش اوبن بادجت، بس عندك المانجمنت فاهمين الحاجات دي كلها، فهتعمل المستحيل وهتعمل اللي انت عايزه بقى، هتحلم والتيم معاك والمانجمنت معاك، الابر مانجمنت معاك، هتعمل كل اللي انت عايزه. عاصم، لو رجع بيك الزمن هتاخد نفس الكارير باث ولا هتغير؟ لا تهيألي هاخد نفس الكارير. مش حاجه في رحلتك عايز تغيرها؟ لا خالص خالص، يعني ساتسفايد قوي الحمد لله يعني. عاصم، نورتنا النهارده في بزنس شو. مبسوط قوي ان انا اتعرفت عليك، ومبسوط ان احنا سمعنا منك، وارجو ان شاء الله تكون مبسوط معانا. لا مبسوط جدا، وان شاء الله يعني ان شاء الله نعمل ابيسودز تانية كتير قوي مع بعض باذن الله. اكيد. ميرسي جدا يا هيثم. نورك. ميرسي. لو عايز تجوين تشيل او سامسونج، ابعت السي في بتاعك على الايميل الموجود على الشاشه.